مساء الخير. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على بداية علم المصريات اللي ابتدى مع اكتشاف اللغة الهيروغليفية 1822، وازاي ان علماء الحملة الفرنسية جم مصر وحاولوا ان هم يدوروا على اي اثر لوجود قصة الخروج وفرعون موسى وبني اسرائيل في مصر، وما لقوش عليها اي دليل. طبعا علم المصريات يعني بقاله دلوقتي حوالي بس 200 سنة. لكن حصلت طبعا حاجة تانية مهمة جدا في الفترة دي، اللي هو انه في حرب 67 اسرائيل احتلت معظم الارض التوراتية اللي هي من سيناء وفلسطين كلها، اللي المفروض يكون فيها يعني سيناء هيكون فيها بقى التيه، فترة التيه لبني اسرائيل اللي هم المفروض يعني 2 مليون واحد، وفلسطين هيبقى فيها الممالك بتاعة داوود وسليمان وكل القصة دي. وطبعا كمان بداية الشعب الإسرائيلي وهكذا. إسرائيل بعد حرب 67 حصل فيها بحث يعني محموم وقوي جدا في كل مكان وكل شبر من الأرض، علشان يقدروا إن هم يثبتوا الأحداث التوراتية اللي بتثبت أساسا وجودهم وأحقيتهم في الأرض دي، واللي كمان بتربط العالم كله بيهم من خلال المستقبل اللي هم رسموه للعالم، وفكرة نهاية العالم وهرمجدون والنبوءات بقى وكل الحاجات اللي موجودة في التوراة دي. يعني ما نبصش للقصص الديني التوراتي او القصص الديني عامة على اساس ان هو حاجة ماضوية وحصلت بس، لا، لان هي بتكمل عليها وبتبني كمان مستقبل للبشرية كلها. وطبعا المركز بني إسرائيل، فهو مش الفكرة ان احنا نتكلم في شيء ماضوي قد ما هو نتكلم في شيء حالي احنا شايفينه النهاردة قدام عيننا، وشايفين تأثيراته إلى الآن، واستخدام النبوءات والوعود اللي موجودة في القصص دي، لكن كمان والمستقبل اللي القصص دي يعني بتبشرنا بيه. وهو الحقيقة تبشير كله مليء بالدماء والاحتلالات وإثبات القوة وهكذا. فلما اتخذت الحرب الأرض قصدي سنة 67، وابتدى العلماء الإسرائيليين يدوروا، طلع مجموعة كبيرة جدا من الأبحاث اللي بتحاول إنها تشوف طب كان في إيه موجود. وزي ما قلنا قبل كده إنه إسرائيل فيها جناحين، في الجناح العلماني اللي هو يعني مفترض ان هو متنور وهو اللي بيقود التنمية والحضارة وهكذا، او يعني مقدرش اقول الحضارة الحقيقة، التنمية والتقدم في اسرائيل. مقدرش اقول الحضارة خالص الحقيقة. لكن وفي الجناح الثاني اللي هو الجناح الديني اللي هو بيقود التطرف والتشبث بالقصص التوراتي وبالمستقبل طبعا اللي هو يعني عظيم لإسرائيل وسيء لكل جيرانها العزاز يعني. فالمهم انه في بحث مهم جدا عمله دكتور في جامعة تل ابيب اسمه اسرائيل فينكلشتاين. البحث ده طلع في كتاب اسمه التوراة مكشوفة على حقيقتها. وهنحاول النهارده كده ان احنا نشوف البحث ده اللي هو بحث اثري، واخد اكتر من 10 سنين تقريبا، قعدوا يدوروا وينقبوا في كل حتة في الارض دي، من سيناء لحد فلسطين لحد القدس، وكل مكان بيدوروا على دلائل اثرية، ونشوف هم يعني وصلوا لايه في هذا البحث. فهنعرض هذا الكتاب اللي هو عن البحث ده. في اول حاجه هنتعرض، طبعا هنتعرض الحاجات اللي بتهمنا اساسا، اللي هي الحاجات اللي برضو بتهم مصر اساسا. اول سؤال عندنا حط وهو اللي كتبوا الكتاب ده: هل حدث الخروج الجماعي؟ بيتكلم هنا على خروج بني اسرائيل اللي هو الاكسودوس، اللي هو الخروج بتاع بني اسرائيل من مصر
لحد ما راحوا أرض الميعاد أو أي. وبيقول: هل تمثل تلك الأحداث تاريخا واقعيا؟ هل يمكن لعلم الآثار أن يساعدنا في عملية التحديد الدقيق للعصر الذي قام به زعيم كبير اسمه موسى بتعبئة شعبه والسير به نحو عملية التحرر العظيمة تلك؟ هل بالإمكان أن نتتبع المسيرة والطريق الذي سلكه بنو إسرائيل في خروجهم الجماعي من مصر وطريق تيههم في الصحراء؟ بل هل يمكننا أن نثبت آثاريا أن حادثة الخروج الجماعي كما تصفها التوراة حدثت من الأصل أساسا؟ بعد الأسئلة اللي بيطرحها دي بيفكر الناس بالقصة التوراتية، فبيحكي القصة التوراتية حصل ايه وموسى وكذا وكان في أرض مصر وفرعون وكل الكلام ده، وبعدين بيطلع النتيجة بتاعت هذا البحث الطويل يعني. فبيقول: إذا وضعنا جانبا إمكانية المعجزات الإلهية، فإنه من الصعب جدا تقبل فكرة هروب مجموعة كبيرة من العبيد من مصر عبر التحصينات الحدودية الشديدة إلى الصحراء، وبعد ذلك إلى كنعان. الأرض كان اسمها كنعان طبعا، ما كانش اسمها إسرائيل ولا الكلام ده. أثناء مثل هذا الحضور المصري الهائل، أي مجموعة مش بيتكلم بقى على 2 مليون وبتاع الأرقام دي، لا، هو بيقول لك حتى أي مجموعة تحاول الهروب من مصر ضد إرادة فرعون اللي هو الملك، يعني هو لسه مسميه فرعون بس ما علينا، كانت ستتعاقب بسهولة، ليست فقط بواسطة جيش مصري يطاردها من الدلتا، ولكن أيضا من قبل الجنود المصريين المتمركزين في الحصون المصرية في شمال سيناء وفي كنعان. يعني زي ما قلنا المرة اللي فاتت إنه الجيش المصري وقت في التاريخ اللي هم بيقولوا عليه تاريخ الخروج ده كان موجود وقوي جدا وبيتحكم في المنطقة من مصر طبعا كلها، سيناء كلها، وفلسطين كلها إلى بلاد الشام. في الحقيقة يوجد في القصة التوراتية ما يلمح إلى خطر محاولة الهروب بسلوك الطريق الساحلي. يعني هم برضو في القصة التوراتية بيقولوا يا ده الطريق الساحلي ده يعني هيبقى صعب كده. لذا كان البديل الوحيد هو التحول إلى البقاع المقفرة لشبه جزيرة سيناء. لكن إمكانية تجول وهيام مجموعة كبيرة من الناس في شبه جزيرة سيناء تتناقض أيضا مع علم الآثار. يعني مع إنه برضو اللي كتب التوراة حاول إن هو يلاقي مخرج ويقول لا ما يعني ده في حصون وبتاع، طب أنا هروح من حتة ثانية، فحتى دي أثريا كان فيها مشكلة ولم يستطيعوا إثباتها. وبعدين عامل هنا عنوان اسمه الهائمون الشبحيون. شبحيون جاي من الأشباح يعني. طبقا للقصة التوراتية هام بنو إسرائيل في صحراء وجبال شبه جزيرة سيناء وتحركوا بسهولة فيها، وأقاموا المخيمات في أماكن مختلفة لمدة 40 سنة. يعني الأماكن بتاعت المخيمات اللي قعدوا فيها، في مكان منهم قعدوا فيه اسمه أعتقد قادش، قعدوا فيه حوالي 38 سنة برضه، قعدوا يدوروا فيه ما لقوش فيه أي حاجة. وحتى لو كان عدد الإسرائيليين الهاربين الذي يذكر النص التوراتي أنهم 600,000 رجل، يعني حتى لو بس هنكتفي بال 600,000 مش هنقول بقى معاهم عيال أو أي حاجة، عددا مبالغا فيه بشدة، أو يمكن أن يترجم بأنه يمثل في الواقع وحدات أصغر من الناس. يعني حتى لو في وحدات أقل من كده بكتير، فإن النص التوراتي يصف بقاء عدد ضخم من الناس أحياء تحت أكثر الظروف الحياتية صعوبة. لا بد أن تظهر هناك بعض البقايا الأثرية لتجوالهم، يعني أيا كان بقى عددهم هنلاقي أثر ليهم في أي حتة على مدى جيل كامل. يعني 40 سنة قعدوا 40 سنة في سيناء. ولكن ما عدا الحصون المصرية على طول الساحل الشمالي، الساحل الشمالي لسيناء يعني مش الساحل الشمالي بتاعنا، لم يتم أبدا التعرف على أي أثر لأي تخييم مميز في سيناء، أو أي إشارة ولو واحدة لاحتلال أي منطقة من صحرائها
منذ عهد رمسيس الثاني وأسلافه المباشرين أو خلفائه، وليس هذا ناجما عن نقص في محاولة كشف مثل هذه الآثار، بل إن الاستطلاعات الأثرية المتكررة في كل مناطق شبه الجزيرة بما في ذلك المنطقة الجبلية حول الموقع التقليدي لجبل سيناء قرب دير القديسة كاترين لم تؤدي إلا إلى نتيجة سلبية فحسب. فليس هناك حتى شقفة فخارية، شقفة يعني حتة إيه؟ فخار كده صغنونة كده. فليس هناك حتى شقفة فخارية وحيدة ولا بناء ولا بيت واحد ولا أثر لمعسكر قديم. وقد يجادل البعض، أنا هكملها الحتة دي، وقد يجادل البعض بأنه لا يمكن أن نتوقع من فرقة صغيرة نسبيا، يعني هو إيه بيقول حتى يعني خلاص سيبنا بقى من 600,000 سيبنا من 2 مليون عدد صغير، فممكن برضه حد يقول لك لا ده عدد صغير فمش هيبان منهم حاجة، فهو برضه بيرد على ده وبيقول وقد يجادل البعض بأنه لا يمكن أن نتوقع من فرقة صغيرة نسبيا من الإسرائيليين التائهين أن يتركوا خلفهم بقايا مادية هامة تبقى عبر القرون. لكن التقنيات الأثرية الحديثة قادرة تماما على اختفاء آثار حتى أدنى البقايا الضئيلة جدا لمجموعة من الصيادين أو البدو الرعاة في جميع أنحاء العالم. في الحقيقة السجل الأثري لشبه جزيرة سيناء يكشف عن أدلة للنشاط الرعوي في مثل تلك العصور كالألفية الثالثة وفي الفترات الهيلينية والبيزنطية، ولكنه ببساطة لا يوجد مثل هذا الدليل في الوقت المفترض للخروج الجماعي في القرن الثالث عشر. يعني هو برغم ان الراجل ده يهودي اسرائيلي وهو من مصلحته ومن مصلحة اسرائيل طبعا انه الكلام ده ما يتقالش، لانه ده هو ده الكلام اللي مؤسس لحقيتهم في الارض وامتلاكهم للارض، وكمان في اللي بيعملوه النهارده من تطهير عرقي وتطهير ديني وتطهير جماعي لاي حد تاني موجود في هذه الارض، لانه بيعتبر انها ارضهم وملكيه ومقدسه وكل الكلام ده. فبينفي القصه اساسا من بابها بناء على علم الاثار. الناس راحت تدور وتشوف هل في الكلام ده ولا مش موجود. هنا بيتكلم عن اماكن خيموا فيها زي اسم قادش وهكذا، وبرضه بيأكد انه بيعيد تاني فلم يتم اكتشاف حتى مجرد شقفة فخارية وحيدة تركتها وراءها جماعة صغيرة جدا من اللاجئين الخائفين الهاربين. يعني حتى يا جماعة لو مش 2 مليون كمان مفيش اي حاجة تانية تدل على هذا حتى لو كانوا مجموعة صغيرة من البشر. فدي النقطة الأولى. وطبعا احنا قلنا قبل كده انه في ارض مصر نفسها اللي هي في الدلتا واللي هم كانوا بيسموها ارض جاسان، وجاسان دي لفظ عبري ما هواش لفظ مصري خالص، وده يعني لقب ل احد القبائل العربيه ملوش دعوه خالص بمصر يعني. ده وضرب هو برضو بيقول هذا في هذا الكتاب، انا مش بجيب حاجه من عندي يعني. اوكي. بعد النقطة دي بيروح نقطة تانية بيحاول كمان فيها يفسر طيب هو العداء جاي منين والفكرة كمان بتاعت الخروج جاية منين. لأنه كمان يعني أنا حبيت أقول النقطة دي لأنه في ناس كتير قوي بيتكلموا على إنه الخروج كان مع الهكسوس أو أحمس وكل الكلام ده اللي هو برضو كلام أعتقد إن هو مش علمي، والناس اللي بتقول كده يعني انا بتمنى ان هم يراجعوا تاني او يقروا تاني في الموضوع. هو بينفي هذا لانه بيقول اولا انه الهكسوس جم يعني قبل الحادثه دي بتاعت الخروج بحوالي 100 سنه قبل كما تذكرها التوراه طبعا حسب التواريخ التوراتيه. فهو بيفرق هنا بين الهكسوس اللي هم المفروض خرجوا من مصر واللي هم حقيقه تاريخيه موجوده وليهم اثار موجوده واسمائهم موجوده وكل حاجه، وبين حادثة تانية ما احناش لأن لها أي أثر، لكن ليها أثر على القصة. يعني في حادثة حقيقية اللي هي الهكسوس، أوكي، ملهاش دعوة بالإسرائيليين لكن ليها دعوة بالكنعانيين، واحنا دلوقتي هنشوف الرابطة بين الاثنين مع بعض. فهي
تحولت لحاجة ثقافية عملت أثر على بقى القصة اللي هي المتخيلة. في قصة حقيقية ملهاش علاقة، عملت أثر على قصة متخيلة ليها علاقة بالإسرائيليين. ف يرى عالم الآثار المصرية دونالد ريدفورد أن الأحداث العظيمة لاحتلال الهكسوس لمصر ثم طردهم العنيف من الدلتا بقيت أصداؤها تدوي لعدة قرون في أذهان الكنعانيين. وهنشوف برضو هنا هو ليه بيتكلم على الكنعانيين بهذا الشكل. يعني الموضوع ببساطة لما الهكسوس خرجوا وراحوا على أرض كنعان وطاردهم أحمس، القصة دي بقت موجودة في أذهان الكنعانيين اللي هم كانوا موجودين في أرض فلسطين وقتها بشكل عنيف، حتى أصبحت ذكرى مركزية مشتركة لدى كل شعب كنعان. يعني كل شعب كنعان كان عنده بقى إيه الذكريات بتاعة الهكسوس اللي خرجوا وطردوا من مصر. هذه القصص لمستعمرين كنعانيين استقروا في مصر. فهنا بيربط بين الكنعانيين وبين الهكسوس، بيقول لك الهكسوس دول كانوا كنعانيين حتى وصلوا الى السيطره على منطقه الدلتا. يعني هم الكنعانيين دول او الهكسوس سيطروا على منطقه الدلتا، ثم اجبروا بعد فتره على العوده الى وطنهم. كان يمكن توظيفها كوسيله للتضامن ومقاومه السيطره المصريه على كنعان التي تعاظمت اثناء العصر البرونزي المتاخر. يعني ما برضو مصر يعني مسيطره على المنطقه ومسيطره على الكنعانيين، فالقصه ماشيه ليها تبعات. مع الاستيعاب النهائي للجماعات الكنعانيه العديده في الامه المتبلوره لاسرائيل. فربط هنا بين الهكسوس والكنعانيين واسرائيل اللي هتتكون. ربما تكون تلك الصوره القويه قد نمت لما تمثله من أهمية بالنسبة لحرية تلك الجماعات الآخذة بالاتساع بشكل مطلق. وفي هذا الإطار لابد أن تكون قصة الخروج في عهد مملكتي إسرائيل ويهوذا قد ثبتت وتواصلت ونمت وتطورت لتصبح قصة وطنية، نداء إلى الوحدة الوطنية في وجه التهديدات المستمرة للإمبراطوريات العظيمة. يبقى هم أخذوا حسب برضو كلام دونالد ريدفورد وحسب الكتاب ده ان هم اخذوا بقى القصه دي بتاعه الهكسوس وابتدوا يبنوا عليها اسطوره مش موجوده اساسا، علشان يعملوا لنفسهم وجود وعلشان تديهم يعني تديهم الهام ان هم يقاوموا او ان هم يبقى عندهم مملكتهم الخاصه بعيد عن الامبراطوريات العظيمه اللي حواليهم. بناء على ما تقدم يمكننا أن ننظر لتأليف قصة الخروج الجماعي. بناء على ما تقدم يمكننا أن ننظر لتأليف قصة الخروج الجماعي من منظور جديد تماما لحد مدهش تماما، كما تمت كتابة قصص الآباء اللي هم أنبياء بني إسرائيل القدامى، بدمج عدة تقاليد نصية قديمة متفرقة مع بعضها البعض. كما تمت كتابة قصص الآباء بدمج عدة تقاليد نصية قديمة متفرقة مع بعضها البعض لتؤدي وظيفة إحياء وطني في يهوذا القرن السابع. يهوذا اللي هي مسمينها مملكة يهوذا، لكن هي قرية صغيرة جدا كانت فيها الإسرائيليين كان مش أكتر من حوالي 10 فدان حجمها في هذا الوقت. كذلك خدمت القصة الموسعة جدا للنزاع مع مصر والقوة العظمى لإله إسرائيل في إنقاذه الإعجازي لشعبه في تأدية هدف سياسي وعسكري مباشر وفوري بدرجة أكبر. يعني كمان القصة دي إن هم يعني قدروا إن هم يتغلبوا أو يتخلصوا من المملكة المصرية العظيمة دي، وإنه قد إيه ربهم اللي هو إله إسرائيل كان معاهم جدا وبيساندهم بقوة، تديهم برضو يعني ايه احساس كده بالقوة والانتعاش يعني، وتمنحهم الامل في المستقبل اللي هم بيعملوه دلوقتي.
في ان هم يقتلوا البشر. وطبعا حصل برضو حادثه بعد كده، يبقى احنا عندنا حكايه الهكسوس اللي ترسخت مع الكنعانيين، وبعدين كمان في حادثه تانية واللي هم استغلوها في كتابه هذه القصص. وبعدين في حادثه تانية انه لما حاول احد الملوك بتوعهم اسمه يوشيا ان هو يوحد مملكه اسرائيل الشمال والجنوب، كان في ملك مصري برضو كان رايح الشام، ما كانش له دعوه بالحكايه، او هكذا تقول القصه يعني. هما ما كانش له دعوه ولا عايز حاجه، كان عايز بس يسير بالجيش بتاعه وهو رايح الشام. فالملك يوشيا ده اللي هو الاسرائيلي قال له لا ما تعديش، لا هعدي طيب. فحاربوا بعض ويوشيا قتل من نخاو. فالملك المصري قتل يوشيا اللي كان عايز يعمل المملكة وما قدرش يعملها للأسف. فبرضه ده ممكن يكون زود عندهم الإحساس الشديد بالكراهية لمصر والمصريين، أو إحساسهم بأنه مصر بتقهرهم طوال الوقت يعني. وبالتالي دخلوا في موضوع تأليف هذه القصص. طيب دخل بقى اسرائيل فرانكشتاين دوت كمان في فكره انه طيب هما الاسرائيل جت منين، وبرضو اثبت اثريا انه الاسرائيليين هما كنعانيين ببساطه شديده. وده طبعا يعني ممكن يزعج جدا الاسرائيليين، او ازعجهم فعلا لما طلع هذا الكتاب. وجايز يكون بالنسبه لنا كمان وبالنسبه لكتير جدا من اللي بيقروا النصوص القصص الدينيه على اساس انها حقائق تاريخيه اليهوديه، يعني على اساس انها حقائق تاريخيه مؤكده، ممكن ده كمان يزعجهم جدا، لان هم شايفين انه بقى شعب الله المختار، وانهم شعب معين، وانهم كلهم من جذر واحد وكده. طبعا القصه دي بتنسف هذا تماما. إذا كان هو هنا بيتساءل وبيرد على نفسه، إذا كانت قصص الآباء والخروج كما يقترح علم الآثار أساطير تم تأليفها في أزمنة متأخرة، وإذا لم يكن هناك أي دليل مقنع على وجود غزو موحد لكنعان تحت قيادة يشوع، اللي هو بقى لما جم وإحنا هنقتل كل الناس اللي في السكة لحد ما نروح، لما خرجوا من مصر يعني هنقتل كل الناس اللي في السكة لحد ما نوصل إلى أرض فلسطين أو أرض المعاد أو الأرض اللي ربنا هنروح نعبد فيها ربنا. فماذا سنفعل بالادعاءات الإسرائيلية بشأن القومية القديمة التي تجمعهم؟ من كان أولئك الناس الذين أعادوا تقاليدهم إلى الوراء لأحداث تاريخية وعبادية مشتركة مرة ثانية؟ يمكن لعلم الآثار أن يزودنا هنا ببعض الأجوبة المفاجئة. قعدوا بقى يدوروا في القرى وبتاع مش عارف إيه، وقال لك هنا النتيجة بتاعتها: يكشف علم الآثار بنحو مدهش أن الناس الذين كانوا يعيشون في تلك القرى إنما كانوا هم السكان الأصليين لكنعان، الذين طوروا بشكل تدريجي فقط هوية عرقية أصبح بالإمكان إطلاق اصطلاح الإسرائيليين عليها. يعني حصل تغيير في بعض الناس من الكنعانيين، عملوا ثقافة مختلفة وسموا نفسهم إسرائيليين، وابتدوا يقولوا إحنا شعب مختار وربنا اختارنا إحنا فقط، وما اختارش الناس التانية، والناس التانية وحشين وإحنا اللي زي الفل. برضو هنا بيأكد برضو فكرة إنه إيه، إن الحكاية كلها ثقافة. وبرضو بيكرر تاني: كان الإسرائيليون الأوائل من سخرية السخريات. هو اللي بيقول والله مش أنا اللي بقول. كان الإسرائيليين الأوائل من سخرية السخريات أنفسهم أصلا كنعانيين. فلما احنا نقرأ التوراة ونقول اليهود قتلوا الكنعانيين، فهم قتلوا في بعض لو كان ده حصل، يعني لاختلاف بقى ثقافات أو الاختلاف في أي حاجة. وبعدين بيجي هنا للنقطة بتاعت هل داود وسليمان وجد. أنا النقطة دي مهمة بالنسبة لي لإيه؟ عشان بس مجرد إثبات بقية القصة. طب هو بقية القصة بقى والممالك العظيمة والحروب بتاعت داود وكل القصة دي هل هي برضو موجودة؟ والهيكل الهيكل ده مهم جدا. الهيكل هنعيد بناء الهيكل، هل كان في هيكل؟ فهنا تحت عنوان هل داود وسليمان وجد بيقول: الروايات عن ثروة سليمان الخيالية
وجعل الملك الفضة في أورشليم مثل الحجارة، وجعل الأرز مثل الجميز الذي في السهل في الكثرة، طبقا لسفر الملوك الأوائل. وعن حريمه الأسطوري، وكانت له 700 من نساء السيدات و300 من السراري، طبقا لسفر الملوك الأوائل. هي تفاصيل أكثر مبالغة من أن تكون حقيقية فعلا. علاوة على ذلك، رغم كل ثرواتهم وقوتهم المروية في الكتاب المقدس، لا يوجد لداود ولا لسليمان أي ذكر في أي نص تاريخي واحد مصري أو ما بين النهرين. ناخد بالنا بس إنه في الوقت ده احنا بنتكلم في سنة 930 تقريبا، من 1005 ل 930. يعني كان في كتابة وقتها، كان في كتابة وكان في توثيق، مش بس في مصر لكن في مصر وفي كنعان وفي بابل وفي كل حتة يعني. فهو هنا بيقول فكان المفروض هنلاقي كتابة على كل بقى الممالك والحاجات الرهيبة دي. علاوة على ذلك، رغم كل ثرواتهم وقواتهم المروية في الكتاب المقدس، لا يوجد لداود ولا لسليمان أي ذكر في أي نص تاريخي واحد مصري أو ما بين النهرين. كما إن الدليل الأثري على مشاريع البناء المشهورة لسليمان في أورشليم القدس، كما أن التاريخ الأثري على مشاريع البناء المشهورة لسليمان في أورشليم القدس مفقود تماما، مفقود تماما. لقد أخفقت كل التقنيات الأثرية التي أجريت في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين حول جبل الهيكل في أورشليم القدس في التعرف حتى على مجرد أثر بسيط لهيكل سليمان الأسطوري أو مجمع قصره. معلش نعيدها تاني عشان خاطري، معلش. لقد أخفقت كل التقنيات الأثرية التي أجريت في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين حول جبل الهيكل في أورشليم القدس في التعرف حتى على مجرد أثر بسيط لهيكل سليمان الأسطوري أو مجمع قصره. يعني حتى هيكل سليمان اللي هم بيقولوا هنبني الهيكل ولما نبني الهيكل هيحصل كذا وبتاع وقصة نهاية الزمان وكل الأفلام اللي هم مدخلين العالم كله فيها دي، يعني ليس لها أساسا أي أساس من الصحة. إعادة بناء الهيكل هو ما فيش هيكل أساسا، والممالك والحروب وكل الكلام ده معظمها أسطوري أو كان على نطاق ضيق جدا. ما المشكلة فين يا جماعة؟ المشكلة في إنه إحنا لا زلنا نكتر هذه القصص في بلدنا مع كل أسف على إنها تاريخ موثق. لازم نتوقف عن هذا، ولازم زي ما عرفنا كده إن الأرض مش مسطحة وإنها كروية، نعرف كمان إنه القصص دي قصص للعظة والعبرة، لا تصح عقلا ولا نقلا. ألف شكر.